تقريبا كده بعد الجولة اللي فاتت خلاص كله اتظبط، ما عادش حد عايز حاجة تاني من الدنيا، ما عدتش عايز حاجة تاني من الفانتازي. خلاص الجولة اللي فاتت انت تقريبا يعني عملت كل حاجة في حياتك، خلاص حققت اكبر انجاز ممكن تحققه تقريبا السيزون ده، او على الاقل الدور الاول على الاقل في الفانتازي. بس الجولة اللي فاتت كانت تقريبا ظبطت مع كله، كله اتظبط، كله يعني كل عيش. الجولة اللي فاتت كمان اي حد جاب اقل من 80 بونت فلاح حرفيا يمسح اللعبة. انا ماليش حد من نيوكاسل، ولا واحد من نيوكاسل، ولا دفاع بقى ولا هجوم ولا اي حد، ولا الحفله دي كلها كان معايا ولا واحد من الحفله دي كلها، وجبت 82، ما بالك بقى من اللي معايا. المهم لسه في جوله 7 هتبدا بكره، ولسه هنتكلم فيها ونشوف هنجيب مين. وقبل ما نخش الفيديو يا شباب، لسه من اشتراك انزل من اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول ماتش معانا ماتش استون فيلا ضد برايتون في ارض استون فيلا. ميتوما غالبا هيبقى دكه، هو وستوبينيان. وانت لو عندك مارش لعبه، ولو عندك واتكنز لعبه، ولو عندك دياب لعبه، مع ان دول تقريبا معظمهم لعبوا في ماتش الكاس. ميتوما لعب ماتش الكاس، استوبيان لعب ماتش الكاس، وديابي لعب ماتش الكاس مع استون فيلا. بس ميتوما غالبا دكه، ومارش غالبا هو اللي هيلعب. لاعب برضو عندك ميتوما سيبو، وعندك مارش سيبو، وعندك ستيفان سيبو، وعندك ديابو سيبو. المهم ان انت ما تعملش سالب، سيب الرجاله دي لحد ما نشوف بكره هيعملوا ايه. ماتش بورنموث وارسنال، ماتش بورنموث وارسنال في ارض بورنموث. ارسنال ما عندهاش ساكا مش هيلعب، مارتينيلي مش هيلعب، برايس مش هيلعب، مفيش حد، تروسارد مش هيلعب. كل دول في المؤتمر الصحفي بتاع ارتيتا قال لك ان هم مش جاهزين 100% الماتش بكره. فغالبا دول كلهم بره القايمه. والهجوم خيسوس وانكيتيا واي فلاح تاني، سميث روي او اي حد غالبا. يعني ده هيبقى خط هجوم ارسنال بكره، فهتشوف الدنيا هنعمل ايه. ولو عندك طبعا سيمينو هتسيبه اول على الدكه، لان ساكا مش هيلعب ولا تروسارد ولا الرجاله دي، فده سيبه او نزله، لان الرجاله دي مش موجوده بكره في ماتش ارسنال. ماتش ايفرتون ولوتين كله رايح على موريس، كله راح على موريس ونيسيو دينيس. معروفه طبعا دينيس عمل ايه في الدبل جيم ويك، ابو سالب 3 في اول ماتش وما لعبش الماتش الثاني. وكله رايح على موريس، كله بيجري على موريس. ومن اكتر الناس اللعيبه، او اكتر لعيبه الناس اشتروها في الجوله السابعه. بس كله ناسي كالفيت روين، وكله ناسي تركويسكي. ايفرتون في ارضها حلوه، ومش هيخش فيها اجوان من لوتن، ده احساسي. عشان انا لولا ان انا كنت هعمل سالب 4 ولا مش عايز اعمل سوالب تاني، كنت جبت تركويسكي. وتركويسكي برضو مش ممكن ما يبقاش جاهز 100%، او كنت هجيب اي حد من دفاع ايفرتون. بس انا جبت كالفيتروين وما جبتش موريس، يعني بأديت كالفيتروين على موريس، لان كالفيتروين حاسس انه جاي وحاسس انه هيعمل حاجه ضد دفاع من اضعف الدفاع الموجود في الدوري الانجليزي اللي هو لوتن تاون. فهنشوف ماتش بكره، وانا جبت كالفيتروين ما جبتش موريس. ففكر برضو من حد من ايفرتون، مش لازم يبقى التفكير كله على موريس بس. ماتش يونايتد وكريستال، ماتش يونايتد وكريستال ماتش الكاس مش مقياس. كريستال تقريبا ما كانتش بتلعب بمعظم الناس، ولا اندرياس ولا ادوارد ولا اي حد ولا ايزي. فانت معاك ايزي سيبو، ومعاك ادوارد سيبو. ايزي ادوارد مش عارفين هيلعب ولا لا، بس ايزي هو اللي اكيد هيلعب بنسبه 100%، هو اندرسن. وعلى الناحيه الثانيه معاك راشفورد برده سيبو. والدفاعين وحشين، حتى في ارض يونايتد الدفاعين من هنا ومن هنا وحشين. فانت سيب برونو وسيب راشفورد لو معاك، وسيب ايزي وادوارد واندرسن برده لو معاك، ما فيهاش حاجه. لو معاكش حد جامد على الدكه غير اندرسن، سيب اندرسن عادي في التشكيله. نيوكاسل ضد بيرنلي، الرجاله كلها طبعا جريت على تريبيه وبوتمان وايزاك، وجريت على الناس كلها. وبيرن، انا عايز اقول لك ان بيرن وايزاك وبوتمان مشاركتهم في محل شك. لا بس دول يعني في المؤتمر الصحفي قالوا ان دول ممكن يعني ايه جاهزين بنسبه 100%، او جاهزين ان هم يلعبوا. ايزاك وويلسون مش عارفين مين هيلعب اساسي، بس غالبا ويلسون هو اللي هيلعب اساسي مش ايزاك. وبوتمان وبيرن جاهزين 100%. وجوردن جاهز، بس فاضل له برده انذار على ان هو يقف. فاضل له انذار ويقف الجوله الجايه، فانت هتجيبه كده بخساره. فبيرنلي طبعا مش هجيب حد منهم من عالم المعرفه دي، فانت هجيب كله جري على تريبيه وجاب على الرجاله. هاتهم عادي، دفاعهم هيبقى حلو، هيطلعوا كلين شيت غالبا يعني. وممكن تفكر في بوب كمان، وفكر في ويلسون مش ايزاك. ماتش وستهام ضد شيفيلد، احنا شفنا شيفيلد عامله ازاي، وشفنا وستهام عاملين ازاي. فاجري يلا، اجري بسرعه يلا، هات وارد وبراوز، وهات بوين. ولو معاك ممكن تجيب مثلا ايه دفاع، هات دفاع زوما مثلا، نجرد، هات اي حد. فانت شوف، اجري يلا، معلش بعد اذنك اجري، هات اللعيبه دي من الاخر. معاك تبديل تجيب وورد براوز، وفي امكانيات تجيب وورد براوز هاته. معاك امكانيات تجيب بوين هاته. معاك بوين سيبه كابتنه، عايز تكابتنه، ما فيهاش اي حاجه قدام شيفيلد. شفنا شيفيلد عامله ازاي. السكور ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني. ما اعتقدش ان ماتشين ورا بعض شيفيلد تروح شايله نفس السكور. بس ما اعتقدش برضو ان في نفس الوقت ان هم مش هيكسبوا او مش هيجيبوا جوان. اعتقد يعني ان هم
هيخسروا 4 مثلا 3 5 يعني من 3 ل 5 في السكور ده. وبوين وبورتو بيروز هيظبطوا كل الناس اللي عندهم. ومتنساش ان بورتو بيروز عامل زي تريبيه برضو بيعمل الكورنر حلو وبيرفع الرفعات من بره كويس، فبرضو والرأسيات كويسين فيها، فزوما والرجاله في الرأسيات كويسه فهيقدروا يجيبوا. فاجري هات وورد براوز وبوين وزوما، اعتقد يعني ان انت مش هتجيب حد اكتر من الثلاثه دول. وولفز ضد السيتي في ارض وولفز. فودن رجع اوبشن تاني وده حاجه بسط الواحد جدا. جريليش رجع من اصابه وبدا ياخد وقت ولعب ماتش الكاس اساسي فمع دوكو، فالدنيا كده كويسه جدا. وعلى الناحيه التانيه نيتو هو الوحيد اللي يقدر تجيبه من الفرقه دي كلها. نيتو بس من وولفز كلها، شايف وولفز كلها 30 لاعب في القايمه ولا 20 لاعب في القايمه، هو نيتو بس اللي تقدر تجيبه. وطبعا اكيد مش هتلعب من غير الشليكس، لازم تلعب بالشليكس، شليكس اساسي والشليكس كابتن. فاكتر من 90% معاهم الشليكس، واكتر برضو من 90% هتلاقيهم كابتنين الشليكس، فمش هينفع تلعب من غير الشليكس. واتكل على الله بقى، معاك الشليكس ومعاك فودن. ماتش الجوله واللي كله مستنيه ماتش وليفربول ضد توتنهام. الفراخ هتجيب اجوان وصلاح هيجيب اجوان لان كعبه عالي على توتنهام، فصلاح هيجيب اجوان وماديسون وسون. ماديسون جاهز وسون جاهزين واتدربوا التدريب الجماعي، فانت خليك برضو لو معاك ماديسون وسون سيبهم خالص. ولو معاك صلاح الناحيه الثانيه سيب صلاح ودياز برضو، سيب الاثنين. فعندك صلاح هيجيب لان كعبه على توتنهام، وعندك سون وماديسون هيجيبوا دفاعين مش كويسين، سيب ده وسيب ده. روميرو طلعه بره وارميه، انا نفسي مش مطلعه بره، نفسي حاطه في تشكيله بس انت طلعه بره وارميه، وهشوف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى ماديسون وسون والناحيه الثانيه صلاح ودياز. نوتنجهام فورست في ارضها ضد برينتفورد. انا حاسس احساس جامد ان انت لو معاك عون يسيبه لانه حاسس انه هيجيب اجوان، وحاسس برضو ان انت لو معاك دفاع من نوتنجهام سيبه لان حاسس ان نوتنجهام هتطلع كلين شيت وعوني هيجيب جون وهيطلعوا كلين شيت قدام برينتفورد في ارضهم. هم حلوين جدا في ارضهم، سيبك من ماتش تشيلسي. تشيلسي يعني تشيلسي ما عندهاش، بس لا هم حلوين في ارضهم جامد، فحاسس ان هم هيطلعوا كلين شيت وهيفوزوا 1-0 2-0 وعوني هيجيب اجوان. فمعاك عوني سيبه ومعاك دفاع منهم سيبه. ماتش فولهام ضد تشيلسي في ارض فولهام. سيبك بقى من فوز تشيلسي على برايتون في الكاس، ده كلها شغل كداب، واول فوز ليهم في الشهر واول جول ليهم في الشهر، ده شغل كله كذب في كذب. فهيرجعوا تاني مستواهم زي الزفت، وتشينو لسه برضو مش هينجح معاهم وغالبا هيقال قريب. فخلي معاك لينو، لو معاك لينو خلي معاك هجوم فينيسيوس، اي حد من هجوم فولهام خليه معاك برضو، لان هم ان شاء الله هيفوزوا ويطلعوا كلين شيت، او على الاقل ان شاء الله هيطلعوا كلين شيت. فرقه عرضها رخمه، هي فرقه رخمه في العموم وكمان على ارضها ارخم، فان شاء الله هيطلعوا كلين شيت لان انا حاطط لينو. وسيبهم زي ما هو فاكس من جاكسون واقف، ستيرلينج بيحنكش، الرجاله دي كلها سيبك منهم. معاك حد وتشيلول خد 4 اسابيع اصابه، فمعاك اي حد من تشيلسي بيعه ويخليك في الناس الديفرنشال والناس اللي هتنفعك اكتر من ناس تشيلسي، ومعاك لينو خليه. وده ماتش فولهام وتشيلسي. واخر ماتش معانا ماتش لوتن ضد بيرنلي، وماتش الدبل بتاع لوتن. لو كنت جبت موريس عشان يلعب اول ماتش فخلي معاك موريس، لو ما كنتش جبت موريس فالماتش ده مش همك في اي حاجه ومش هتتفرج على ماتشات اصلا في اليوم ده كله. فالمهم ان انت لو كنت جبت موريس فالماتش ده همك لان انت لوتين في ارضها ضد بيرنلي، ولو ما كنتش جبت موريس فالماتش ده مش مهم، يولع الماتش بالناس اللي فيه. وبس بيكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو ما عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قول لي تشكيلاتكم، وريني تشكيلاتكم، وابعت لي تشكيلاتكم على بيج الفيسبوك اللي انا سايبها تحت، واقول لكم رايي فيها. وبس شباب، سلام.